لسه ما جهزتيش مخللات رمضان؟ تعالي معايا بسرعة واقول لك اسهل اصناف ممكن تعمليها في وقت قصير جدا. اول حاجة هتجيبي معاكي ب5 جنيه عصفر او كوباية عصفر، ربع كوباية حبة البركة، معلقة ملح كبيرة، وجزراية كبيرة هنبشرها على الناعم في المبشرة. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، وهنجيب معانا ليمون. دول كانوا 2 كيلو ليمون، حشت منهم 5 ليمونات كده عشان اعصرهم واحطهم في المية بتاعة المخلل، بس برضو ما ترميهمش، هنحطهم يتسلقوا مع الليمون. الليمون وانتي بتختاريه يكون اللي هو مش كله اصفر ومش كله اخضر، يكون اللي لونه كده زي ما انتي ما شايفاه. تبدأي ان انتي تعملي فيه فتحات كده، القشرة بتاعته تكون خشنة وتكون تخينة، ما تكونش خفيفة عشان ما يتهريش منك في التخليل. تجيبيه كده، وبعد كده ميه تكون لسه داخله على الغليان وتسقطي فيها الليمون بتاعك. انا سبته بالظبط 10 دقايق لان انا عايزه افتحه على اول رمضان. حابه ان انتي تاكليه على طول ممكن تسيبيه اكتر من كده، حوالي تلت ساعه يكون استوى على الاخر. هبتدي ان انا احشي بالحشوه دي الليمون بعد ما يبرد خالص، وهبتدي ان انا احطه في برطمان ويكون كده ايه، بوزه لفوق كده. هنبتدي نعمل الميه بتاعه المخلل اللي هنخلله فيها. هنجيب معلقه كبيره من هريسه الفلفل دي، انا كنت عاملاها معاكم هنا في القناه، الحامي والبارد، واحط معاهم نص كوبايه ملح، وكمان هحط معاهم لتر من ميه الميه اللي انا سلقت فيها الليمون. ما تخافيش من مراره، ما تخافيش من اي حاجه، طعمها بيبقى حلو جدا ومركزه. ما تنسوش عصير الليمون اللي احنا خدناه كمان معاهم في الاول. هنبتدي ان احنا نزود المحلول بتاعنا دوت على على الليمون. نسيب الليمون يهدى خالص في البرطمان ويبرد خالص وكله يبقى تمام، وبعد كده نقوم مغطينه. فاض معايا شوية مية من المحلول اللي أنا حطيته على المخلل، فقلت أما أخلل بيهم شوية جزر كده على السريع بيبقى حلو جدا. جبت معايا كيلو جزر وقطعته التقطيعة اللي أنا بحبها، وحطيت كمان شوية فلفل من اللي هو الحامي دوت البلدي بتاعنا سليم من غير ما أعمل فيه أي حاجة. وكمان حطيت الليمون اللي أنا خدت المية بتاعته، طبعا كنت سلقاه، وبدأت إن أنا أزود الخليط بتاعي دوت على الجزر اللي أنا قطعته. تمام. انا كنت بصراحه كمان جايبه خيار وناويه ان انا اعمله بنفس الطريقه، بس افتكرت ان انا عندي شويه شيرش كنت بعمل بيهم جبنه، وطلع معايا شيرش حلو قوي. الشيرش بتاعي دوت كمان ما كانش حادق، فانا حبيت ان انا اعمل بيه الخيار، بجد بيبقى طعمه تحفه. الخيار هجيبه زي ما هو سليم، وهعمل فيه فتحه بس عشان خاطر التتبيله تدخل جوه الخيار. هجيب الشيرش بتاعي وهزود عليه معلقه هريسه ومعلقتين ملح كبار. هو برضو ما كانش اللي هو ملح، يعني الملح بتاعه عادم قوي، لا انتي دوقي الملح بتاعه وشوفيه. وبعد كده قلبتهم كويس مع بعض ونزلتهم على الخيار والفلفل. بصراحة كان تحفة، طعمه حلو جدا ومختلف عن الخيار اللي نعرفه. جربوهم وقولوا لي رأيكم.